بقالي كام يوم كده منزلتش معاكم فيديوهات، بس بجد سامحوني كتير. وانتوا وحشتوني كتير من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. النهاردة كده يوم جديد وفيديو جديد هنرجع فيه مع بعض كده، نستعيد نشاطنا يعني. بس والله انتوا شايفين باين على صوتي ان انا غصب عني. انا يعني حصل لي كام دروب كده، منهم اولا ان انا تعبانة، وتاني حاجة تليفوني اتكسر وحاجات كتير كده. فبجد سامحوني على التأخير اللي حصل ده، كان غصب عني. راجع لكم النهاردة كده في فيديو يعني صغير كده، هنعمل فيه كام حاجة مع بعض. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وكمان عايزين نتكلم كده في حاجة مع بعض. انا بادية اهو معاكم الفيديو من اول اليوم. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض، ويلا نشوف كمان هنتكلم في ايه النهاردة. بس قبل اي حاجة، لو لسه جديدة عندي ما تنسيش كده تشتركي في القناة وتسيبيلي كومنت حلو منك، علشان نبقى صحاب كتير قوي مع بعض. ولو انتي عندي اساسا في القناة، لايك حلو منك وكومنت، وانتي منوراني ومشرفاني كده ومحلية القناة بتاعتي. يلا كده، انا ابتديت معاكم اليوم من اول الفطار. عملت لي كده كوباية نسكافيه، وعملت لزوجي قرة عيني كده كوباية شاي، كان صاحي معايا الصبح. فعملت لي كوباية نسكافيه وسندوتش جبنة رومي كده، وقلت ايه، نبدأ اليوم من اوله. انا كان عندي مواعين كتير زي ما انتوا شايفين، بس بصراحة كانت كتير قوي، ما عملتش يعني المواعين معاكم. يا دوب كده مسحت الرخامة، وكمان هغسل السجادة دي، لان بصوا السجادة دي جابت اخرها يعني، كتر خيرها معايا بجد. من الحاجات اللي انا والله لازم انزل اشتريها سجادة للمطبخ. كمان اهو سبت بقى السجادة تتنقع، وعملت الغدا كمان ما صورتوش معاكم، لان انا عملت قبل كده الفراخ بالكاري دي، بس هي عجبت حازم جدا فطلبها مني تاني. فقلت خلاص يعني انا صورت الحاجة دي ما صورهاش تاني، عشان ما يبقاش فيه ملل يعني في الفيديوهات او كده. لكن انا والله بمشيلكوا يوم الطبيعي زي ما بيحصل بالظبط يعني، مش بجود فيه ولا حاجة. المهم كده انا قلت هغسل السجادة دي لان هي كانت جايبة اخرها بصراحة، لغاية ما يجيلي وقت كده من مودي، عشان الجو برد وهو مش بيرضى يسيبني. فان شاء الله كده يعني على العيد، او لا كمان يعني على رمضان، لازم انزل اشتري شوية مشتريات كده، ومن اولهم هتبقى سجادة للمطبخ، لان كمان كده كده السجادة دي صغيرة. المهم هغسل السجادة معاكم. واحنا بنغسل السجادة عايزة اسألكم ايه رأيكم او ايه تجاربكم مع النصيب عموما؟ النصيب كان اخباره ايه كده في حياتكم؟ انا في حياتي كان النصيب ده من الحاجات الجميلة اللي حصلت لي حاجات كتير. يعني كان ده هو نصيبي فيها، والحمد لله الحمد لله كانت حلوة جدا. ممكن مع مرور الوقت احكي لكم حاجات منها يعني. لكن اللي انا جاية فيه دلوقتي، الناس اللي بترمي كل حاجة تحت مسمى النصيب. انا نصيبي كده، انا نصيبي يعني مخلين النصيب ده شماعة بيرموا اي حاجة عليه، مع ان ممكن يبقى مثلا الشخص ده مثلا بيشتغل شغلانة معينة، كل يوم بيتأخر عن الشغل بالساعة وبالساعتين، لغاية ما المدير مثلا خلاص يعني استغنى عنه، يعني خلاص اترفد مثلا من الشغلانة دي. فخلاص انا نصيبي كده. ايوه، هو انت نصيبك كده، والنصيب ده هو القدر، واحنا كده كده اقدارنا مكتوبة يعني عند ربنا. احنا اقدارنا كلها مكتوبة من اول ما اتخلقنا. واحنا ربنا كاتب لنا هنتجوز مين، هنخلف مين، هنشتغل ايه، مكتوب لنا كل حاجة تمام يعني. ايوه ده قدرنا وده نصيبنا وكل حاجة. لكن انت ما اجتهدتش اصلا، مش كل حاجة تحت مسمى النصيب. ربنا سايب لنا في حياتنا كده شوية اختبارات، هو بيختبرنا فيها، وهي دي اللي احنا هنتحاسب عليها يعني. ايوه هو ربنا عالم ومطلع، لكن سايب لك اختبارات. انت ما اجتهدتش في شغلك، ما اديتش واجبك، ما روحتش الشغل بانتظام، فبالتالي كان رد فعل المدير عليك ان هو طبعا او بالطبيعي ان انت هتترفد من الشغل ده.
نصيبك كده، لكن انت لو كنت اجتهدت وكنت سعيد كنت ممكن تبقى حاجة كويسة في الشغل او في المكان اللي انت فيها دي. زي بالظبط لما يكون مع واحد او مع صديقك، لو انت برضو مش بتسأل عنه، متجاهله، وكل حاجة مثلا بيقولها لك مش بتاخدها بعين الاعتبار او باهتمام او اي حاجة، برضو صديقك ده خلاص مش يعني هيروح يشوف حد تاني يحكي له مثلا مشاكله او يهتم بيه او يسمع له او الكلام ده كله. مراتك او زوجك لو انتي اهملتيه او ما اديتيش واجبك في البيت بمعاملة طيبة ومعاملة كويسة، وهو كذلك نفس الكلام، الطرفين خلاص مش هيبقى فيه بينهم احترام مثلا متبادل، مش هيبقى فيه بينهم تقدير، مش هيبقى فيه بينهم حب، فبالتالي هينتج ان هيبقى فيه طلاق. ماشي، انت مكتوب لك او من نصيبك ان انت تتطلق، لكن ربنا كان سايب لك اختبارات كده في النص في الجواز، ماشي، ان انت هل هيبقى في بينكم مودة ورحمة وحب والكلام ده كله ولا لا. فمش كل حاجة النصيب، في حاجات كتير بتيجي تحت مسمى ان ده انا لازم اسعى للحاجة دي علشان الاقي منها نتيجة، لازم اجتهد عشان الاقي نتيجة. وعايزة اقول لكم ان اخرة الصبر جبر، يعني وصبرك ده هتتأجر عليه بعد كده، لكل صبر عبادة او الصبر عبادة عموما. يعني كل حاجة انت هتصبر عليها ربنا هيحتسب لك بكل دقيقة وكل ساعة انت صبرت علشان تنول الحاجة اللي انت عايزها دي بحسنات كتير. انا مش مرتبة كلامي قوي والله، انت ممكن تلاقوني بقطع كده في النص، بس عايزة اقول لكم ان مش كل حاجة نرميها تحت مسمى انا نصيبي كده، انا حياتي كده، انا ربنا كاتب لي ان انا اكون كده. ايوه، بس انت لو سعيت للحاجة دي انت هتبقى شخص كويس جدا. ممكن ده في حاجة انا مش عارفة هو دعاء قوي ولا ضعيف، اللي هو الدعاء بيغير القدر. يعني حتى لو انت قدرك او ربنا كاتب لك الحاجة دي، انت ممكن بدعائك وان انت بتلح على ربنا ان انت نفسك فيها، الله اعلم. يعني انا مش عارفة الدعاء ده او الحاجة دي يعني صح ولا غلط، بس ممكن ربنا يكتب لك الحاجة اللي انت نفسك فيها من كتر ما انت لحوح ومن كتر ما انت بتدعي، على حسب يعني الحاجة اللي انا بسمعها ان الدعاء بيغير القدر. واكتبولي في الكومنتات هو ده صح ولا غلط. فما تسيبوش كل حاجة كده وتتكلوا كده ان هي لا خلاص انا هو ده كده كده نصيبي، هو ده اللي ربنا كاتبهولي. لا، اعمل اللي عليك، ولو ربنا كاتب لك كده خلاص هو ربنا كاتب لك كده. انت اهم حاجة في الموضوع ده كله ان انت تعمل اللي عليك وبس. قولولي غير ان الكلام ده اكيد ده كلام مسلم بيه، احكولي بقى انتوا تجاربكم مع النصيب كان شكلها ايه، وهل الموضوع ده بيفرق مع الواحد ان نصيبه فعلا بيكون عوض كده من ربنا ليه ولا لا. فاحكولي عن تجاربكم مع النصيب، وانا الحمد لله خدت نصيب الاجمل من كل شيء. فيا رب يا رب يكتب لنا النصيب الحلو من كل شيء، ويكبر بخاطركم جميعا، ويساعدكم كده، وتكتبولي في الكومنتات بقى حاجات حلوة عن النصيب. هنا كده الفيديو انا بصوا يعني كانت كل حاجة شرح نفسها. يعني انا زي ما قلت لكم بدأت معاكم من اول الفطار، غسلت المواعين وغسلت الرخامة، وكمان السجادة اللي عايزة تتغير دي ان شاء الله قبل رمضان هننزل نجيب مشتريات حلوة قوي للبيت، وكمان من ضمنهم لازم سجادة للمطبخ، لازم تفكروني كده. وكمان عملت لهم الغدا، مسحت بقى الارض وكل حاجة، وكنت انا يعني سبت السجادة تتنقع، وبعد ما خلصت الغدا والكلام ده غسلتها. كمان بقى كنت مدلعاهم النهاردة وعملت لهم الكيكة دي. بصوا كيكة سهلة جدا، انا كتبت لكم كل المقادير اهي بتاعتها على الشاشة، هي كلها سهلة وفي الخلاط مش بتاخد اي وقت. بس خلصتها ودخلتها الفرن، وكنت مدلعاهم حاجة حلوة والاكل اللي حازم نفسه فيه يعني اليوم. بصوا انا هو ده بقى السعي والاجتهاد كده في الحاجة الحلوة اللي انت بتسعى ليها.
حتى البيت وشغل البيت ده والله ربنا هيأجرنا عليه. يعني انا دايما بقول لكم وانتوا مثلا بتغسلوا مواعين او واقفين في المطبخ، بدل ما انتوا بتبقوا قاعدين كده ساكتين، او ممكن والله بالاخص كده في وقت المواعين الواحد بيقعد يفتكر او يفكر كده في حاجات ممكن تكون حصلت من سنة ومن سنتين وتكون مضايقاه جدا. فانا والله دايما بقولكم في وقت مثلا المواعين او انتوا واقفين في المطبخ كده وسرحانين، اذكروا ربنا. شغلوا مثلا الراديو عندكم او الموبايل على اي حاجة انتوا بتحبوها. يعني تحاولوا تستغلوا الوقت ده، لانه والله الوقت ده كله انت بتتأجري عليه. فالحمد لله. يعني انا هنا كنت خلاص بعمل الكيكة كده وهدخلها الفرن، بجد لازم تجربوها، حلوة جدا. كمان عملت ايه قبل ما اعمل الكيكة دي؟ كنت روقت الأوضة بتاعت الأطفال اللي احنا دايما بنقعد فيها. الأوضة دي انا مثلا كل اسبوعين لازم اروقها تنظيفة كده عميقة. انا ممكن ما اكونش بصور معاكم ده كله لاني ما بعرفش كتير ارفع تحت السراير والحاجات دي قدام الكاميرا يعني. لكن النهاردة حبيت كده اوريكم شوية حاجات. نظفت الشباك وكان التكييف من بره عايز يتنضف والكلام ده كله، وعملت تحت السرير ونضفته ومسحت الأوضة كلها، وفرشت بقى دفايات وحاجات جديدة كده ونظيفة. بس لان الأوضة دي اكتر أوضة احنا بنقعد فيها فبتتهلك كتير بقى، بتبقى عايزة نظافة على طول. خلصت كده الكيكة زي ما انتم شايفين. طلعت بقى اللي مش عايزها يعني بصوص الشوكولاتة، طلعت له كده قطعتين 3 وحطيت باقي الصوص ده عليها من فوق. بصوا رهيبة وصوص اقتصادي جدا، طلعناه اصلا من اول الحاجات اللي احنا عملناها، فلازم تجربوها. كده وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى الفيديو يعجبكم. هستنى كومنتاتكم كتير، ومتنسيش بقى الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو ده. ويلا هتوحشوني، اسيبكم في رعاية الله واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا باي باي.